من هو أكبر هاكر في هذا العالم؟ لا، ليس حمزة الدلاج، ولا أوكس عمر، ولا الهاكرز الروسيين، ولا إسماعيل مان. إنه ببساطة الضراط الأسود. السلام عليكم أعزائي الأوفياء والأصدقاء. اليوم معنا أكبر النابحين والفائز بجائزة النابح الأكبر، ألا وهو الضراط الأسود. بالرغم من أنه يسمي نفسه هاكر لكنه غير كذلك، واليوم سنكشف معا حقيقة هذا الضراط وعملته للمخزن المغربي، وأيضا مرضه النفسي ومشاكله العائلية. هذا الضراط ليس لديه أي اختراق، ولم يخترق موقع واحد فقط، ولا جهاز، ولا أي هاتف. ببساطة لديه قناة في اليوتيوب، ويقوم دائما بالنبح. كيف يخترق الضراط الأسود خصومه؟ الضراط الأسود يا أعزائي يخترق عن طريق الضغط، فخصمه عندما يريد اختراقه يضغط عليه ويغمى على خصمه. ومن بين هواياته العظيمة هو الضغط والنباح، فليس لديه أي رصيد فكري ولا علمي ولا في الاختراق ولا في كشف الاختراق أو الأمن المعلوماتي. ثانيا، عندما نقول مصطلح الهاكر الأسود، وليس هذا اسمه، هذه صفة يمتاز بها الهاكرز المحترفين. مثلا في الديب ويب نقول هاكر أسود عندما يكون هذا الشخص مخترق العديد من المواقع، والإعلام يتحدث عنه وكل الناس يتحدثون عنه. لكن هذا طبعا المريض النفسي، ولا أعتقد أن هناك شخص يرد عليه، لكن أنا أرد عليه من باب الرفق بالحيوانات، وأيضا لأنه مريض نفسي ومريض بي، مهووس بي. لم أرى بصراحة في حياتي شخص يعمل فيديوهات يعني بالساعة علي، وأكبر إنجاز لديه عندما يتحدث علي. شوفوا فقط يعني المشاهدات. هو عندما يتحدث عن نفسه لا يجد متابعات، لكن عندما يتحدث علي انظروا مثلا قريب يوصل 7000 مشاهدة. بطبيعة الحال عندما يستخدم هؤلاء الضراطين اسمي فيجلبون نسبة المشاهدة. ثاني شيء، هو دائما يلحس ويلعق للمغرب والمخزن المغربي، والدليل على ذلك ادخلوا لهذا الفيديو هنا ستجدون أنه يشكر ملك المغرب. وأيضا هذا الشخص من ولاية بشار أي الحدودية، وهو ذو أصول مغربية وليس جزائري 100%. هو يقول أنه من الجزائر لكن ليس كذلك. الضراط الأسود أصله من المغرب، ودليل على ذلك لهجته، وثانيا لعقه للمخزن. ثالث شيء، عندما ترون فيديوهات ترون هناك العديد من الفيديوهات يشكر فيها الأمن السيبراني المغربي، وهو طبيعا يعني لا لوم عليه لأن عائلته من أصل مغربي. إذا يا أصدقائي، الضراط الأسود أيضا يسرق الفيديوهات عن هذا الشخص أنون علي. هذا الشخص هاكر حقيقي يعني، وأنا أعرفه شخصيا يعني. هذا الشخص لديه العديد من الفيديوهات، وهناك قنوات أخرى أيضا يسرق منها الضراط الأسود هذه الدروس ويقوم بإعادتها ونشرها على قناته، وليس لديه أي علاقة بالهاكر. انظروا كلها يعني ثغرات يعني يشرحها بالكالو يونيكس، وكالو يونيكس يعني معروف نظام يعني لا يستخدمه محترفين الهاكرز، لأن المحترفين الحقيقيين لا يستخدمون كالو يونيكس أو باك تراك. المحترفين الحقيقيين يصنعون أنظمتهم بنفسهم. لكن الضراط الأسود بطبيعة الحال هو يقوم باختبار الأنظمة ويسرق هذه الفيديوهات، وليس لديه أي اختراق. فمثلا عندما نذهب إلى زون H ونبحث عن اسمه لا نجده ببساطة، حتى اسم ليس لديه، هو ساق الاسم يعني الصفة. الهاكر الأسود ليس اسمه الهاكر الأسود لأنه هو ضعيف ويسمي نفسه الهاكر الأسود كصفة. فمثلا عندما أقول لك الضابط العسكري، هذه صفة، ولا يمكن أن تجد ذلك الشخص فعلا يعني أدير حروب أو أي شيء.
يمكن أن تجده ذرات ويسمي نفسه ضابط عسكري. نفس الشيء الذرات الأسود يستخدم هذه الصفة وليس لديه أي علاقة بالهاكر. كلها أدوات تجدها في الإنترنت وليس هناك أي ثغرة جديدة، فقط يعيد مشاركة دروس القنوات الأخرى ويسرقها وينسبها إلى نفسه. إذن يا أصدقائي، ننتقل إلى النقطة الثانية. الذرات الأسود دائما يتحدث عن إسماعيل مان في العديد من الفيديوهات، ويقول أن إسماعيل مثلا في موضوع سلوان موميكا أن الموقع قام بشرائه وليس هناك أي دليل على اختراق سلوان موميكا، هذا كمثال. ويقول أيضا أن هناك موقع اخترقه إسماعيل، وانظروا مثلا هذا الموقع الذي قال أن إسماعيل لم يخترق هذا الموقع، لكي تعرفون أن هذا الشخص الذرات غبي جدا ليس لديه أي علاقة بالاختراق. أعطيك درس يا ذرات الأسود من باب الإفادة والمعلومات. عندما تستهدف موقع فطاقم الموقع سيرجعه لأنها استضافة، ولا يمكن أبدا اختراق الموقع بشكل دائم، وأنا سأريكم دليل بأن هذا الموقع فعلا مخترق لكي تكتشفون كذب الذرات الأسود. الآن بالأدلة لقد قمت بتغيير كلمة السر الخاصة بالموقع، وسنقوم بالدخول مرة أخرى. الباسورد موجود واليوزر نيم أيضا. الآن قمنا بالدخول إلى لوحة تحكم الموقع، وسنقوم حاليا. إذن هؤلاء الكلاب، كلاب الشهرة والذراتين، لا يجدون استهداف حتى موقع واحد فقط، والله غير قادرين على استهداف موقع واحد فقط عبري. هم يجدون فقط التحدث والنباح دائما والصراخ، وأنا معتاد عليهم منذ عام 2012. إذن يا أصدقائي، تم الدخول إلى قاعدة بيانات الموقع وأيضا لوحة التحكم الخاصة بالموقع، ردا على الذرات الأسود وعلى بقية الذراتين، لكي تعلمون حقيقتهم في التدنيس والكذب على الناس. هم لا يستطيعون أبدا اختراق أو استهداف أي موقع واحد عبري، هم يستطيعون فقط التحدث والنباح والسياح. ثاني شيء يا أعزائي، ننتقل إلى الموضوع الذي ذكره الذرات الأسود حول سلوان موميكا. الجميع كله شاهد هذا الاستهداف، 30,000 شخص شاهد هذا الاستهداف، وتقريبا نصف مليون مشاهدة شاهدوا اختراق واستهداف سلوان موميكا وكل صفحاته. الذرات الأسود بطبيعة الحال ذهب إلى موقع التقنية للسلام، وهذا الموقع يعني يعرفه العام والخاص بأنه تابع إلى المخابرات الإسرائيلية في تزييف الأخبار. فالتقنية للسلام يا أعزائي هو الذي ذكرها الذرات الأسود. هي قدمت تقرير كاذب حول تدليسهم على اختراق الموقع، وقالوا أنني قمت بشراء هذا الموقع لسلوان موميكا، والأمر غير صحيح، لأن تلك الفترة سلوان موميكا اشتهر بشكل كبير، وكان قد شرى موقع جديد سلوانموميكا.com في تلك الأيام. إذن كان موقعه قيد البرمجة، وهناك كانت ثغرة خاصة، وأنا قمت باختراق الموقع وهو قيد الإنجاز، والجميع شاهد كل الأدلة وأيضا اختراق صفحاته وإغلاقها. الذرات الأسود وبقية العملاء لا يجدون أي دليل وأي حجة لكي يقومون بتشويه سمعة إسماعيل مان، وهذا ما يستطيعون فعله للأسف. والله يا أصدقائي هذا أكبر مسخرة. الذرات الأسود يعني حتى يعني تم الدخول إليه
وأيضا تسريب معلوماته كلها. يعني عرفناه وين يسكن في بشار، ومعلوماته وأبوه وش يخدم، وأيضا المرض النفسي نتاعو. شوفوا فقط يعني محادثاته مع فتاة. معليش شفت تصويرتك. من الصباح وانا نقول لك معلوماتي مخاطرة. شكون اللي يعرفك رحب باك يا ضرات يا الشاش، شكون اللي يعرفك برك يا اخي. بعث لي صورتك صدقيني نخطبك سيريو. والله سيريو راني نجي. شفتك يحل الحلاب الضرات الاسود، شوفك راش يحلل. شوف وايضا حتى رقم الهاتف نتاعو يعني جبدناه، عنده موبيليس 06 وكل معلوماته، لكن لن انشرها لانه مختل عقليا، وانا ارفق بهؤلاء لانهم مرضى نفسانيين. وانا حبيت يعني نرد عليه، على بالي البعض يقول لي علاش ترد على الضرات الاسود؟ ما عندوش قيمة، ما عندوش متابعين، لا شيء، هو لا حدث. لكن معليش هذا النوع لازم نردوا عليه لأنه مريض نفسي. مريض نفسي، هذا المريض النفسي لازم ترفق به يعني. لكن أنا دمرته في هذه يعني فيديو فقط يعني مدته 10 دقائق 15 دقيقة، دمرت الضرات الأسود. لكن معليش تبعوا معي نظرة غير. يا ربي يا ربي. شكرا يحلل، راي يحلل بزاف بزاف. وحتى يعني لما عمل مقابلة فيديو معها هذه المرأة سجلته يعني. شكله قبيح جدا يعني. نصارحك بحاجة. كمل كمل يا ضرات. شوفوا معي يا خالتي، لا لا شوف. انا ما كاش تردي. ريبوندي تم بدء مكالمة الفيديو. والله مسخرة الضرات صح. باغي نطلب منك السباح. قال نوجد لك سرير سبيسيال. يا ضرات الاسود انت يا نبصم بالعشرة وقسم بالله ما عندكش حتى حجم التمرة. يا ضرات انت نورمالمون انت اللي يخضوك مش تري تخض. فهمت؟ انت مريض نفسي ولازمك تتعالج في اقرب وقت. واذا لا تملك تكاليف الطبيب النفسي والعلاج النفسي، انا مستعد نصرف عليك ونقدم لك طبيب نفساني مجانا يعني باموالي الخاصه. كيف؟ يا ربي. اذا يا الضرات الاسود، يا كل شيء ما عدا الرجل، نعطيك نصيحه يعني. عندما تريد ان تصبح هاكر لا تقوم بسب وشتم بقيه الهاكرز. يعني انت تشتم حمزة بدلاج، تشتم الهاكرز التونسيين وكل الناس المحترفين عليك، وتريد الصعود بالكذب والاحتيال على بقية متابعيك. أنت يعني أنا يعني كشخص، يعني أنا كإنسان طيب لا أحب الظلم، أستطيع أن أدمرك بكل سهولة لأني أمتلك كل معلوماتك وكل بياناتك. لكن أنا أعطيك نصيحة أخوية يعني، دعك من هذه الأمور. روح شوف كش مخدمة، روح أخدم على روحك. فهمت؟ وعليك بالعلاج النفسي، أنا أنصحك به، ليس حرج يعني. أنت مريض نفسي لازمك تتعالج. فهمت؟ أنت لست هاكر، خاطيك الهاكر هذا. إذا كنت هاكر ورينا حنة يديك، لا تقوم بالكذب والسب والشتم والقذف والنباح مثل الكلب. لا، قدم إنجازاتك ورينا حنة يديك. إذا كنا كلنا الهاكرز لسنا هاكرز، ورينا تحنة يديك، المجال أمامك. هيا قم باختراق مواقع عبرية ورينا شطارتك يا ضرات الأسود. لا تستطيع فعل ذلك لأنك ببساطة مجرد ضرات وخنثى
وأنا أنصحك بعد منتصف الليل أن تجلب بعض الزرودية لكي تقوم بتوسعة مضيقك، لكي ترتاح نفسيا. وعندما تؤلمك الغيرة والحسد لا تقم بوضع الفيديوهات، بل قم بجلب مثلا موش بالي أو موش تعبالة أو دلاعة أو جزرة أو خيارة، وقم بوضعها في مؤخرتك. وهذه وصفة يعني أعطيها لك شخصيا. ويا ذرات الأسود، هذيك الحاجة الصغيرة اللي راك توري فيها البنات، أنت لم تمتلك حتى يعني صفات الرجولة. هذيك التمرة العلفة اللي راك توري فيها غير غطيها برك. فهمت يا ذرطة؟ هذيك العلفة اللي راك توري فيها البنات غير غطيها، فهمت؟ وروح كي تعالج. لكن إن شاء الله سأراسل أهلك وأتكفل بعلاجك عن قريب إن شاء الله. أستطيع استهدافك بكل سهولة، قسما بالله العلي العظيم أستطيع أن أفعل فيك الباطل، لكن سأدعك مثل التيس معلق في اليوتيوب لكي يشاهد الجميع ولكي يرى الجميع أنك إنسان تافه وجاهل. أنت هدفك محاربة الجهل، لكن أنت أكبر جاهل وأكبر عطاي. إذا سأدعك للبقية وأعلقك مثل التيس عبر اليوتيوب، لأنك فعلا لو كنت شخص مهم سأسهر عليك وأخسر وقتي وأضيع كل جهدي لكي أصل إلى صفحاتك وإغلاقها أو الاستحواذ عليها، لكن أنت غير مهم. أنا فقط يعني أنت عينة جيدة لكي أتحدث عنك ولكي يرى الناس حقيقة المغزى المغربي في تجنيد التفهاء والتافهين. وهذه رسالة أيضا للمخابرات المغربية: عندما تريدون استهداف إسماعيل مان البطل والشكور الخاص بكم، لا تجلبون هؤلاء الأغبياء، عليكم بجلب أشخاص قادرين على ذلك ولا يكذبون ولا يحتالون على متابعيهم، لكي تعطون الأمر بعض من المصداقية. هذه نصيحتي إليكم يا المخزن المغربي. أنتم تستخدمون يعني ناس في بشار في الغرب الجزائري لكي تلحقون الضرر بالوطنيين، لكن هيهات، نحن هنا باقين، ونحن هنا دائما شوكة في حلقكم. وعن قريب هؤلاء الذين أرسلتموهم من بقية الهاكرز للمخزن المغربي سأقوم بكشفهم واحدا تلو الآخر مثل ما فعلت سابقا. شكرا إليكم، تحياتي إليكم متابعيني الأوفياء، وأراكم في حلقة جديدة.